السلام عليكم. يمكن بقالي كتير قوي ما بعملش فيديوهات او شورتس او على السوشيال ميديا مش كتير يعني. بطلعش كتير يعني، وده بسبب عدة عوامل اهمها زنة الامتحانات اللي احنا فيها دي والشغل. حاجات كتير جدا آه، بتمنع الواحد ان هو يعمل فيديوهات، مع ان دي الحاجة المحببة الى قلبي. لكن سبحان الله، ربك ما بيديش للشخص كل حاجة يعني اللي هو يتمناها. دايما بتحاول انك تسعى علشان توصل للحاجة اللي تبقى انت فيها فول تايم. خلاص ان هي دي التخصص بتاعك، او ده الحاجة اللي انت هتكمل فيها، دي الحاجة اللي انت هتعملها. زي المذاكرة بالظبط، دي الحاجة اللي انت مش هتكمل فيها او ممكن تكمل فيها. لكن بالنسبة لي انا مش مكمل فيها يعني. التخصص اللي انا بدرسه ده هو ما هو الا عبارة عن شهادة اخدها بس. وده اتكلمنا فيه في فيديوهات كتير. لكن اللي حابب اللي انا اقول لك عليه النهارده، اوعى تزنق نفسك في امتحانات حتى لو انت مش هتكمل بالكليه. المهم انك تخلص الكام سنه دول على خير وتعديهم. ممكن يحصل لك ضربات، ممكن يحصل لك تقلبات، يمكن يحصل لك اي دروب. دي حاجه انت خارج يعني خارج عن ارادتك. لكن آه، انك في شغل مثلا، انك حصل لك حادث، او انك حد توفى، يعني الضربات الطبيعيه اللي بتحصل لاي بني ادم طبيعي. دي الضربات اللي بتحصل لاي شخص ممكن تعطله عن المذاكره. لكن الحاجات بقى المثيره للشفقه زي حالاتي كده، هو انك تزنق نفسك ودي عاده كل ترم. هو اني يعني باجي في الوقت ده وخلاص بقى، اللي هو يلا نلم اي حاجه. يعني مثلا مثلا الدكتور يكون شارح الماده في مثلا قول شهرين ثلاثة أربعة، اللي هي مدة الدراسة الطبيعية بتاعت الترم أو بتاعت السمستر يعني. أنا باخدها في 4 ساعات، 4 ساعات مذاكرة، كوباية شاي بجد زي دي. خلاص. والتابلت الجميل وورقة وقلم، واكتبوا ورايا ست الكل ايه طريقة عمل زنقة الامتحانات. فهو انا دايما بستغرب، هو احنا ليه بنزنق نفسنا؟ يعني ايه الحاجة اللي بتخليك تزنق نفسك؟ هل هي ايه؟ دايما بحاول بقالي يعني يمكن 4 سنين في الكليه اهو، بسأل نفسي كل سنه السؤال ده: ليه بزنق نفسي الزنقه دي في الامتحانات؟ مع اني عندي 4 شهور 5 شهور ان انا اقدر اذاكر فيهم، لكن دايما بحاول ان انا ازنق نفسي. طب بتزنق نفسك ليه؟ انا ما بفهمش. ده غير بقى ايه؟ موسم الشتاء ان احنا اللي نمتحن فيه، والبرد اللي بيقطع الواحد ما بيخليش الواحد اصلا مركز هو بيعمل ايه. ده كمان يعني نسيب اكتر البرد يعني. فانا كنت بسأل نفسي، هو ليه الواحد ما بيذاكرش اول باول؟ مع انك بتيجي بقى ايه اللي هو كوبايه شاي وساعتين جد والدنيا تمام. مع انك بتيجي في اخر حاجه يعني، بتيجي في مثلا تيجي تقول ايه: انا هذاكر من الساعه كذا للساعه كذا بقى، ووقت بقى قد ايه ومش عارف ايه. مع انك بتيجي في اخر يوم تحس ان انت ما عملتش حاجه. حقيقي حقيقي يعني. اي ثينك ان الواحد يعني بيعتقد ان الحاجات دي ما هي الا آه، بلاش نقول ان هي يعني المصطلح الشعبي بتاعها احنا عارفينه، لكن المصطلح العلمي بتاعها ان هي مماطله وتسويف والحاجات اللي زي كده. يعني الشعب احنا عارفين هي اسمها ايه. المشكله ان انت بتيجي تبصمج كام حاجه كده ليله الامتحان، وان الله يحب المحسنين والدنيا تمام. والورقتين الجمال اللي الطالب الدحيح منزلهم، يا ابني هم دول الورقتين اللي الدكتور كان بيحكي عليهم في المحاضرات والسكاشن والدنيا. فانت تخش بصمج الورقتين الجمال، تطلع ما تلاقيش بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، وانت تجعل الصعب اذا شئت سهلا. تخش الامتحان برجلك اليمين وتخش اكنك بقى اللي هو الدنيا تمام، ده انت اللي هو الواد اللي هيقطع الورقه. تخش تقعد قدام الورقه: مش ده اللي انا ذاكرته؟ امال الواد الدحيح اللي منزل ده نزل ايه؟ تخش السؤال الاول: يا نهار ابيض، مفيش. السؤال التاني: مفيش. السؤال التالت برضه مفيش. طب ليه انت بتزنق نفسك؟ ليه دايما بتزنق نفسك؟ انا السؤال ده اللي يعرف يا جماعه في الكومنتات يكتب لي: ليه احنا بنزنق نفسنا في الامتحانات؟ ايه الغية من زنقة الشخص في الامتحانات ان هو يزنق نفسه في اخر كام ساعة في الامتحانات، او كام ساعة مراجعة وخلاص، مع انه عنده السنة كاملة؟ 4 5 شهور سنة يعني، مدة كبيرة. يعني انت مثلا الشهر فيه 30 يوم، الشهرين فيهم 60 يوم، التلاتة فيهم 90 يوم.
واليوم في 24 ساعة، يعني انت اضرب عدد الساعات دي في ال90 يوم هيديك رقم ساعات كبير جدا تقدر انك تذاكر فيهم المادة. تيجي ليلة الامتحان عايز تذاكر في 24 ساعة، وتصحى ما تعملش حاجة، ويبدأ الظهر يجي العصر يجي، يلا بقى بعد المغرب كوباية الشاي الجميلة وساعتين جد زي اللي انا عامله دلوقتي. فيا جماعة اوعى تزنق نفسك في الامتحانات زي حالاتي، ذاكر اول باول. انا بنصحك نصيحة لوجه الله والله، يعني عشان ما يحصلكش اللي بيحصل لي، قلة الادب اللي احنا بنعملها دي والله. يعني الحاجات قلة الادب اللي بتحصل فينا دي اوعى تحصل لك. ليه؟ لانك ولا ساعتين جد ولا كوباية شاي يعملوا حاجة. صدقني، ولا ساعتين جد ولا كوبايه شاي الهكس ده، ولا كوبايه قهوه ولا النسكافيه ولا، والله لو عملت ايه، يعني لو شربت مكيفات الدنيا كلها، الماده هتذاكر منها كام حاجه، جم في الامتحان هتحلهم ما جوش، انت سقطت يا برو. فليه تزنق نفسك؟ وانا الكلام ده موجه ليا، يعني انا بسال نفسي انا ليه بزنق نفسي في الامتحانات مع اني عندي وقت كفايه ان انا اقدر اذاكر فيه. فالسؤال هنا، احنا ليه بنزنق نفسنا؟ ده جواب وسؤال في نفس الوقت. احنا ليه بنزنق نفسنا مع اننا عندنا وقت كفايه ان احنا نذاكر فيه؟ فاكتب لي تحت في الكومنتات، هو احنا ليه بنزنق نفسنا؟ السؤال ليه احنا بنزنق نفسنا في الامتحانات؟ بس.